اسماء تعرض لاول مرة لضحايا كريم سليم. ولما نقول ضحايا كريم سليم لا تعد ولا توصف، اسماء كتير جدا، وكل واحدة فيهم بقصة مختلفة. في كتير قوي من الرأي العام ما يعرفش هما كام ضحية اتذكروا في القضية دي من كتر اللخبطة، وبالذات عند حتة مجهولة الهاوية فهم بيخلطوا بين نورهان ونورة، ودي مختلفة عن دي خالص. غير ضحايا كتير جدا، في منهم مثلا اللي علموا معاشرة الأموات، وهي أول من ساعدته في زرع أو تنفيذ الفكرة مع الضحايا. في منهم اللي قعدت معاه من شهر 12 30/12 لحد شهر 2، شهر ونص بحالهم. في منهم اللي من الخليج، اللي فيه كام كده كومنت جالي زعلانين قوي ومستائين جدا ان احنا قلنا ان في سيدة من الدول الخليجية وذكرنا اسم الدولة. مستائين ليه او محسسنا ليه ان الكلام ده احنا جايبينه من وحي خيالنا؟ معلش، الكلام اللي احنا بنطلع نقوله عليكم ده بمنتهى البساطة هو ده اعترافات كريم سليم في ورق النيابة. اللي مستاء قوي ان احنا قلنا سيدة من دولة الخليج، يروح يبعت اي محامي كده يجيب له ملف القضية وهيعرف اذا كان كلامنا صح ولا لا. ايوه، احنا مش هنجمل الكلام. كان في سيدة من الخليج بتمارس العلاقة مع كريم سليم، في سيدة تانية اسبانية اللي مثلت معاه فيديو بورنو كامل. كل اللي احنا بنتكلم عليه ده مقتطفات، ده في ناس تانية كتير جدا للأسف ليها مقاطع برضو فيديو كاملة، وفي اللي ليهم صور. ما هو كريم سليم كان مقسمهم، الموزة حلوة قوي بيعمل لها مقطع كامل كبير، واللي نص نص بيعمل لها مقتطفات صغيرة، وبقى ما بالك ان في ناس بيعمل لها صور بس وانت فاهم الباقي. كل دول ليهم قصة وحكاية تانية، اسماء لم يتعلن عنها لحد دلوقتي، مع ان في فيديوهات تثبت وجودهم في شقة التجمع الخامس وبالذات في غرفة الموت. اهلا بيكم على قناة العياط في حلقة جديدة من قضايا الرأي العام، وبالاخص قضية سفاح التجمع الخامس او كريم سليم سفاح النساء. القضية اللي بالظبط كده بمثابة كبوة على مجتمعنا، بمثابة نقمة على مجتمعنا بجد. اللي بيحصل في قضية كريم سليم واللي احنا سمعناه من اول ما القضية دي ظهرت علينا لحد النهاردة، حاجات لا هي كانت في مجتمعاتنا ولا كنا بنسمع عنها ولا حتى كنا بنشوفها. احنا فجأة لقينا المواضيع دي وبكثرة في القضية دي، وكل واحد فيهم عنده مبرراته. اللي يقولك ايه يعني لما مراتي تشتغل وتصرف عليا، والتانية بتشغل بنتها وتقولك اصلا انا الناس ما بتدفعش فيا اكتر. سمعنا بجد مهزلة، سمعنا حاجات المفروض ان هي ما تكونش في مجتمعاتنا العربية بالذات، بس للأسف هي في مجتمعاتنا العربية جميعا وكتير جدا، ومفيش حد للأسف بيحاسب. الناس دي سبق وقلنا لازم يتحاسبوا شئتوا أم أبيتوا. الناس دي نقمة على مجتمعنا العربي. طبعا لما بنتكلم على واحد طبعا يعني كان بيعاشر سيدات وكان ليه علاقات جنسية من وهو عيل قد كده مع البيبي سيتر بتاعته، عمرك ما تتخيل ان جرايمه 3 بس، او ضحاياه او السيدات اللي كان بيجيبهم لشقته 3 بس. ده لما بنتكلم على الضحايا او بنتكلم على السيدات اللي مثلوا معاه افلام واللي اتصوروا مع علاقات جنسية، انا عايزاك تجيب ورقة وقلم وتكتب وراه. لو هنقول مثلا ايمي اللي هو انكر اسمها، واللي هو قالك انا معرفهاش ولا اعرف اسمها ولا اعرف اي حاجة عنها، وحتى ده انا قابلتها بالصدفة. يا جدع بالصدفة وتصوروا كل المقاطع دي. طب وفاطمة اللي انت بالظبط كده الظاهر ان هي دي اللي سكان التجمع الخامس كانوا بيقولوا عليها حلوة قوي ولابسة طرحة. طب نتكلم على ام عربية سودا اللي ليها اكتر مقاطع في تليفون كريم سليم، اللي هي نورهان طبعا، اللي الناس دايما او رأي العام مش عارفة ليه بيتلخبط بين نورهان ونورة او آية او الفتاة المجهولة الهوية. نورهان غير نورة يا جماعة. انا عايزة اقول لكم حاجة، ان نورة ملهاش مقاطع اصلا في تليفون كريم سليم. الفتاة المجهولة الهوية ملهاش ولا مقطع في تليفون المتهم. امال مين ليها كل المقاطع دي
ومين اللي اتذكر مقاطعها على اساس ان هي مقاطع من فتاة مجهولة الهوية؟ هقول لكم نورهان. هي دي ام عباية سودا اللي الناس قالوا لك لا دي نورة، او لا دي نورهان ملهاش مقاطع والمقاطع دي اصلا لنورهان. لا مفيش الكلام ده، المقاطع دي لنورهان مش نورة. وهي اكتر سيدة اعتقد بعد رحمة ليها مقاطع لافلام بورنو مع كريم سليم. نقول تقى اللي علمته معاشرة الاموات، اللي كانت بتعمل نفسها نايمة عشان هو يعاشرها ويتلذذ، اللي هي لغايه دلوقتي ما اتجابتش واتسالت على حاجه. وانا هفضل عند سؤالي، فتيات الليل دي ازاي ما اتجابتش لحد الان؟ ازاي ما اتحاسبتش؟ انا اعتقد ان الدعاره ممنوعه في مصر، وانتوا قدامكم ملف مليء ببنات الركلام. ازاي البنات دي ما تتجابش والبيوت اللي مشغله البنات دي تتشمع؟ احنا مش في هوجه، احنا ممنوع الكلام ده قانونيا عندنا في مصر. والقضية دي فتحت علينا ماسورة او بلاعة من فتيات الليل وبيوت الدعارة. والمصيبة ان هي وسط بيوت سكنية عادية، وبيقفوا في بيوت سكنية عادية عادي خالص، وبيمارسوا علاقاتهم الجنسية وبيقفوا يوقفوا الزباين. انا مش طالبه النيابه ان هي تعلن اساميهم علنا الحقيقيه، لان كل الاسامي اللي احنا ممكن نكون بنقولها لكم دي ممكن تكون اسامي حركيه للشغل بتاعهم، وانا مش بطالبه ان هم يطلعوا يعرضوا صورهم او شكلهم، لان دي فضيحه واحده. بس انا طالبه ان هي تتحسب قانونيا ان هي بتعمل جرم، وان هي بتشتغل شغلانه لا تصح في مجتمعنا، لا اكتر ولا اقل. لما بنيجي نتكلم على السيده الاسبانيه اللي كانت بتمارس العلاقه مع كريم سليم، ان هي الراجل وهو الست، وهنقف عند دي شويه. الناس اللي كانت بتقول لا كريم سليم ما كانش ليه في معاشره الرجال، وان كريم سليم ملهوش سبق وليه علاقه مع راجل شبهه، هقولك وهو ازاي كان بيمارس العلاقه مع الست بطريقه عكسيه، يعني هو الست وهي الراجل وهو ملهوش في العلاقات دي. ما هو اللي يعمل كده يخليه يعمل كده مع رجاله عادي خالص. كريم سليم هو كتلة من المعاصي والخطايا بتتحرك على الارض. يعني انا افتكر ان كريم سليم من ضمن بجد والله من ضمن النقمات اللي حلت على مصر زي فيروس كورونا او الحاجات دي. فما تقولوليش كريم سليم ما يستحقش الاعدام، او كريم سليم مريض، او كريم سليم كان بيعاشر بينام مع الاموات لان هو عنده مرض. لا 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 لا. كريم سليم لما بدأ بالحكاية دي بدأها مع سيدة صاحية وفايقة للي بيحصل، وهي كان بتستقصد ان هي تعمل نفسها نايمة عشان يمارس معاها العلاقة وهي نايمة. الله اعلم هي كانت دي متعتها، دي رغبتها هي وهي وصلتها له، وهو بقى عنده كمان عادة ان هو يعمل كده، الله اعلم. بس افتكر ان دي كانت لازم تتحاسب، لان دي من ضمن الفاسدين في الارض، ومن ضمن انطلاق وحش زي ده كده ان هو يروح ينام مع سيدات ويقتلهم عشان ينام معاهم وهم ميتين. فاتمنى ان القضية دي تحل من مصايب كتيرة قوي في مصر. اتمنى البنات اللي جت شكلها في المقاطع الفيديو وتعرف هم شغالين فين يتجابوا ويتحاسبوا، والبيوت اللي مشغلاهم تتجاب وتتحاسب، زي ما حاسبتوا حنان اللي هي ام شهد، اللي احنا لغايه دلوقتي ما نعرفش هي شهد بنتها ولا لا، بسبب الناس دي ولا بيبقى ليها ورق رسمي ولا ليها بطايق ولا ليها شهاده ميلاد. زي ما هتحاسبوها حاسبوا بقيه الفتيات والسيدات. احنا مجتمع ما بيقبلش ببيوت الدعاره ولا بيقبل بفتيات الليل. لو سمحت حاسبوا اسلام على شغله لمراته، حاسبوا بطه ملقاط على ان هي بتودي البنات لبيوت ركلام وبتشغل بنات وبتطلع تسرق الشقق. حاسبوا ام رحمه ان هي هملت في بنتها وكانت بتوديها لكريم سليم. حاسبوا زياد ولوزة. القضيه دي مش قضيه فتيات اتقتلت بس، القضيه دي قضيه مجتمع كامل. لو احنا ما تحاسبوش دول يبقى مفيش حد هيتحاسب.
القضية دي لازم يكون عبرة لمن لا يعتبر، لازم الكل يتحاسب، وده رجائنا من النيابة والحكومة المصرية ان هم يتخذوا الاجراء ضد هذا الفتيات والسيدات من غير ما تعلنوا اساميهم، من غير ما تعرضوا اشكالهم. احنا مش عايزين فضايح، احنا عايزين العدالة، عايزين ان الحاجات دي تتمنع من مصر، يبقى في فكرة عندنا كده، البنت لو اتمسكت وهي بتعمل كده ايه هيكون عقابها، والموضوع يتصاعد لقضية كبيرة. ومفيش انسب من قضية سفاح التجمع الخامس او كريم سليم سفاح النساء. شكرا ليكم، واتمنى كنت طولت عليكم. وهسأل رايكم، هل الفتيات دي المفروض تتحاسب او لا؟ رايكم يهمني، واستنوني في حلقة تانية وقضايا تانية على قناة العرف.